تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق كل من المرتفعات: المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، والهضاب العليا. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح مصحوبة بكتل ضبابية أو بنزول أمطار جد خفيفة محليا فوق السهول الشمالية والوسطى، الغرب، هضاب الفسفاط ووالماس، وشمال الأقاليم الجنوبية. كما استميز الأجواء بمرور سحب كثيفة خلال الزوال مصحوبة بأمطار ضعيفة وبقطرات مطرية متفرقة بكل من منطقة طنجة اللوكوس وشمال منطقة الغرب، لتصل خلال الليلة الموالية إلى سايس، الريف، الواجهة المتوسطية، شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط، والسهول الشمالية الغربية. وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالسواحل الجنوبية ومن الغرب بالواجهة المتوسطية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد. وستهب شمالية إلى أحيان غربية بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 و6 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف، والمنطقة الشرقية، ما بين 6 و11 درجة للسايس، هضاب الفسفاط وولماس، السهول، غرب الأطلس، وبالجنوب الشرقي. وستكون ما بين 12 و17 درجة بباقي جهات المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعد الانخفاض. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين كاب سبارتل والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوب العرائش.